بسم الله. فاحنا علم النحو عندنا في الانجليزي مبني على الاسم اللي هو لازم تعرف عنه ايه؟ هل هو مفرد ولا جمع؟ واحنا متفقين على ان 50% بيتجمع باضافه اس، من كات لكاتس. كات او كات. ثم هذا الاسم بيصدر منه فعل، الفيرب، وانت اللي محتاج تعرفه عن الفعل ايه؟ ايه اللي بنضيفه في الفعل عشان يتحول من ماضي لمضارع لمستقبل. هنفترض ان القطه دي بلاي، فلو عايز اخليها مضارع بسيط مثلا بنحط لها اس. طبعا الاس بتنضاف مع هيوش ويت، فلو قلنا كات هنقول بلايز، اما لو قلنا كاتس هنقول بلاي من غير الاس. خلي بالكم من الحته دي. فالاسم بيعمل الفعل فبيكون جمله، وممكن تبقى بلايد في الماضي. طب لو مستقبل والبلاي. لاحظ معايا ده كده النحو اللي في الانجليزي كله: الفاعل، الاسم، ثم الفعل، ثم ياتي من هذا الاسم ما يسمى بالصفه.